تسألني تقول لي يا عم ناصر، هل انت متوقع ان الاهلي فعلا يكسب بورتو 2-0 وبالميراس يكسب انتر ميامي 2-0 والاهلي يتأهل كتاني المجموعة؟ هقول لك لا، مش متوقع ده قوي. هتقول لي طب انت عايز ايه يعني من الاهلي النهارده ويلعب ازاي وطريقة اللعب ومش. هقول لك يا باشا، دونا عن الاسامي ودونا عن التشكيلة ومين اللي هينزل هنا ومين اللي هيقف شمال ومين اللي هيقف يمين ومين اللي هيقف نص ملعب ومين اللي هيقف هجوم ودفاع وحارس مرمى. مش فارق لي الاسامي، مش فارق لي خالص اي حاجة غير ان اللعيبة تنزل تلعب رجالة، تنزل تلعب متحررة، تنزل تلعب مش متأيدة، دماغها مش متأيدة، تنزل تلعب مش خايفة، تنزل تلعب عايزة تثبت حاجة، تنزل تلعب، تنزل تلعب حلو. احنا نشوف الاهلي النهارده بيلعب حلو، ننزل نشوف الاهلي النهارده في الشوط الاول بيأدي حلو زي بقية الماتشات اللي فاتت، والشوط التاني بدنيا ما بنقعش. نفسي ده يحصل. هل انا متوقع ان ده يحصل؟ انا ربنا يستر طبعا مش متوقع ان ده يحصل، حاسس ان مش هيحصل كده خالص. بس يا رب يا رب يثبت عكس اللي انا متوقعه ونطلع بشكل حلو ونعمل نتيجة حلوة ونخلي الناس تقول ان احنا لعبنا ماتش حلو، ما طلعناش بثلاث ماتشات وحشين.